إذا أعزائنا السادة المشاهدين الكرام، تتشرف الجولة الثانية اليوم في أول مباريات الجولة الثانية اليوم بحضور الدكتور طبعا البرقاوي. طبعا اليوم في هذه المباراة طبعا سعادة الدكتور اليوم في هذه الأمسية ربما تشارك في أكبر ملتقى رياضي عائلي من نوعه في مكة المكرمة. لا شك في ذلك، جدا أنا سعيد الليلة في هذه الأمسية بحضوري لدورة من أنجح الدوريات في الأحياء في مكة المكرمة، وحقيقة سعيد بالحضور الجماهيري وجدا سعيد، وإن شاء الله بالتوفيق لهذه الأمسية في الليلة. الدكتور خالد برقاوي، ربما كانت لك في فترة سابقة ربما رئاسة نادي الوحدة سابقا وأكاديمي معروف ربما على مستوى ربما الأحياء، هذه الفكرة ماذا تجد من وراء أهداف سامية ربما قامت عليها هذه البطولة؟ طبعا أهدافها السامية هو في طبعا تشجيع الشباب وصقل المواهب وإضافة صقل المواهب في دوري أحياء في مكة، وبالتالي هذا طبعا مكسب للرياضة السعودية وبصفة عامة والرياضة في مكة المكرمة بصفة خاصة. طيب دكتور خالد، ماذا تقول للجنة المنظمة وخصوصا للإعلامي رمزي العتيبي في استحداث هذه الفكرة الجديدة من نوعها في مكة؟ أقول لهم ما قصروا، شكرا جزيلا من القلب، وأتمنى لهم إن شاء الله مرة وكمان مرة ومرتين دورتين وأكثر. طبعا هذه جهود بذلوها جهود جبارة ويشكروا عليها حقيقة. دكتور خالد، كلمة أخيرة. الشبكة الإعلامية خصوصا الشبكة الإعلامية هي فكرتها الشريك الإعلامي للبطولات والدورات الرياضية والأحداث والمناسبات في مكة المكرمة، تشارك في تغطية هذه البطولة. شكرا جزيلا لكم بالتوفيق الحقيقة، وبرضه هذا سعدني بتغطيتكم بالنسبة لدوري الأحياء حتى بديها زخم إعلامي والكل بيعرفه، وإن شاء الله بنشوفكم مناسبات جميلة قادمة. دكتور خالد برقاوي، شرف كبير لنا اليوم حضورك وتواجدك في هذه المناسبة. وأنا شرف لي حضوري بين الجماهير وبين الحقيقة في المناسبة الأمسية الجميلة هذه. موفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا.